السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى تصحيح امتحان الكفاءة المهنية الثانوي التأهيلي 2021 ديداكتيك الرياضيات، الموضوع الثاني، وهذا من إنجاز الأستاذين الحسن بولامبا وعلي تاموسيت، فتضيف على شكل فيديو الأستاذ إسماعيل مدني. بالنسبة للموضوع الثاني فهو أيضا كما جرت العادة 3 نقاط، غالبا ما يكون حسب مفهوم ما ومستوى ما. بالنسبة للموضوع الأول كان على شكل 7 نقاط، كان يتطرق إلى المفهوم أو تواجد الدرس وسيرورة الدرس والفروض بالنسبة للجذع المشترك، وهذا خاص بالأولى بكالوريا، والجزء الثاني فهو الجزء الثالث فهو خاص بالثانية المستوى الثانية بكالوريا. الموضوع الثاني على شكل 3 نقاط، وصل أستاذ مادة الرياضيات تقديم فقرة الاستدلالات الرياضية من درس مبدأ في المنطق لقسم من المستوى الأولى علوم تجريبية، وذلك بالتطرق إلى الاستدلال بالخلف. بدأ الأستاذ بإعطاء الخاصية التي ينبني عليها الاستدلال بالخلف. الخاصية هي كما يلي: لكل عبارتين P و Q لدينا العبارة نفي P يستلزم Q، ونفي P يستلزم نفي Q يستلزم P قانون منطقي. عقب ذلك قدم الأستاذ التمرين التطبيقي التالي: بين باستعمال الاستدلال بالخلف أن جذر مربع جوج لا ينتمي إلى المجموعة Q. قام الأستاذ بتحرير الجواب على السبورة كما يلي: نفترض أن جذر مربع جوج ينتمي إلى Q، إذا جذر مربع جوج يساوي A على B، بحيث A ينتمي إلى N و N B ينتمي إلى N نجمة، حيث أن A و B أوليان فيما بينهم. ومنه فإن A أس 2 يساوي 2 B أس 2. نستنتج من المتساوية نجمة أن A أس 2 عدد زوجي، إذا A عدد زوجي، A أس 2 عدد زوجي، إذا A عدد زوجي، وهذا يعني أن A يساوي 2 ك، يوجد ك بحيث ينتمي إلى N، بحيث A يساوي 2 ك، وبالتعويض في نجمة نحصل على 4 ك أس 2 يساوي 2 B أس 2، أي أن B أس 2 يساوي 2 ك أس 2، إذا B أس 2 عدد زوجي، ومنه B في B عدد زوجي، وبالتالي فجوج قاسم مشترك لكل من A و B، وهذا تناقض. تساءل أحد التلاميذ عن غياب العبارتين P و Q في جواب الأستاذ، فسأله: أين P وأين Q؟ أين يا أستاذ؟ وكان الجواب: نقوم عادة بالبرهان بالخلف بهذه الطريقة، والمهم لدينا هو إيجاد التناقض. السؤال الأول: اذكر باقي الاستدلالات الرياضياتية المقررة في درس مبدأ في المنطق لمستوى بكالوريا علوم تجريبية. فهناك الاستدلال بمضاد بالعكس، الاستدلال بفصل الحالات، الاستدلال بالتكافؤ أو التكافؤات المتتالية، والاستدلال بالترجع. أما بالنسبة للسؤال الثاني فما هي المبادئ التي يعتمد عليها الاستدلال بالخلف؟ يعتمد الاستدلال بالخلف على مبدئين أساسيين، وهما مبدأ عدم التناقض والمبدأ الثالث المرفوع. المبدأ الثالث المرفوع فهو يعتمد هذا المبدأ على أنه إذا كانت هناك قضيتان متناقضتان فلا مجال لأن تكون هناك قضية ثالثة بينهم، أي أنه إذا كانت القضية الأولى صحيحة والثانية خاطئة أو العكس فلا مجال لقضية ثالثة بينهما. السؤال الثالث: فحدد العبارة P و Q المعبر عنهما في الخاصية والتي لم يتطرق إليهما الأستاذ في جوابه عن التمرين. العبارة P هي جذر مربع جوج لا تنتمي إلى Q، والعبارة Q التي من أجلها يصبح التناقض فهو القاسم المشترك أو البي جي سي دي ديال A و B فهو العدد واحد. رابعا: حدد 3 مشاكل ديداكتيكية طرحها تدريس الاستدلال بالخلف. لإعطاء أمثلة للبرهان بالخلف غالبا ما تكون هناك حاجة إلى توظيف معارف أخرى مكتسبات قبلية. لإنجاز أيضا برهان بالخلف غالبا ما تكون هناك حاجة لمعارف في المنطق: نفي استلزام عبارتين، نفي عطف عبارتين، معارف حديثة البناء، أي مكتسبات جديدة.
في بعض الأحيان يصعب على التلاميذ التمييز بين الاستدلال بالخلف والاستدلال بمضاد بالعكس. صعوبة الوصول للتناقض في الكثير من الأحيان. الوصول إلى التناقض أو للتناقض ليس متاحا للجميع. السؤال الخامس: ما هي المرحلة التي لم يدقق فيها الأستاذ جوابه عند حله للتمرين التطبيقي؟ بالإضافة إلى كون الأستاذ لم يدقق أو يحدد العبارتين P و Q، في جوابه فإنه لم يبرر المرور من زوجية العددين A أس 2 و B أس 2 إلى زوجية كل من العدد A و B تواليا، كما أنه في مرحلة الخلاصة لم يبرز التناقض ولم يعد إلى استنتاج أن الافتراض خاطئ، وبالتالي فإن جذر مربع جوج لا ينتمي إلى المجموعة Q. سادسا: اقترح وضعية محلولة في درس المتتاليات العددية لمستوى أولى بكالوريا يتم فيها توظيف الاستدلال بالخلف. هناك عدة وضعيات، فاخترنا من هذه الوضعية، أو الأستاذ اختار هذه الوضعية. نعتبر المتتالية العددية المعرفة بحدها العام بما يلي: أن يساوي أن زائد واحد على أن زائد جوج لكل أن من أن. بين أنه لا يوجد أي حد أن من حدود هذه المتتالية يحقق أن يساوي واحد. فنعتبر المتتالية العددية المعرفة بما يلي: نفترض أنه يوجد أم يحقق أم يساوي واحد، إذن أم زائد واحد يساوي أم زائد جوج، يعني أن واحد يساوي جوج، وهذا تناقض. بالنسبة للوضعية الثانية فهي خاصة بالهندسة الفضائية لمستوى الأولى بكالوريا، يتم فيها توظيف أيضا الاستدلال بالخلف. نعتبر مكعبا A B C D E F G H. بين أن المتجهات AE و AD و AB ليست مستوائية. أما السؤال السابع فهو: اقترح وضعية محلولة يتم فيها تضويط الاستدلال بالخلف، ليس بالضرورة في أولى بكالوريا، وضعية يتم فيها توظيف الاستدلال بالخلف. ليكون أ و ب عددا حقيقيا موجبا قطعا، بين أن A على واحد زائد B يساوي B على واحد زائد A، يستلزم أن A يساوي B. نفترض أن A يخالف B. لدينا A على واحد زائد B يساوي B على واحد زائد A، يستلزم أن A عامل لواحد زائد A يساوي B عامل لواحد زائد B، يعني أن يستلزم أن A زائد A أس 2 يساوي B زائد B أس 2، يستلزم أن A ناقص B زائد A أس 2 ناقص B أس 2 يساوي صفر. يستلزم نعمل ب A ناقص B، فنجد أن A ناقص B يساوي صفر، أو A زائد B زائد واحد يساوي صفر. بما أن A حسب الافتراض يخالف B، فإن A ناقص B يخالف صفر، وبالتالي A زائد B زائد واحد يساوي صفر، أي أن A زائد B يساوي ناقص واحد. وهذا التناقض كون أن A و B عددين صحيحان، عددين حقيقيين موجبين، وبالتالي فالمجموع فهو عدد موجب. اقترح وضعية محلولة بتوظيف الاستدلال المضاد للعكس. ليكون أن عددا صحيحا طبيعيا، بأنه إذا كان أن أس 2 عددا زوجيا فإن أن عدد زوجي كذلك. فبالتالي العبارة فهي أن أس 2 عددا زوجيا، يستلزم أن عدد زوجي. الاستدلال بالخلف سوف نقوم بعكس أن أس 2 ليس عدد زوجي، أو أن ليس عددا زوجيا، يستلزم أن أس 2 ليس عددا زوجيا. أن أس 2 عدد ليس عددا زوجيا، يعني أن عددا فرديا. إذن أن يوجد عدد صحيح طبيعي ك بحيث أن يساوي 2 ك زائد واحد. إذن أن أس 2 يساوي 2 ك زائد واحد كل أس 2. بعد النشر والتعميل سوف نجد أن 2 عامل 2 ك أس 2 زائد ك زائد واحد، ومنه فإن أن أس 2 عددا فرديا. وقد بينا الاستلزام ديال نو بي يستلزم، أو نو كي يستلزم نو بي. وفي الأخير شكرا لكم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة. شكرا لكم.